نوريكم المرأة تاع الزيتون شو كيفاش ريها تشهي ولا اروع بطريقه جد بسيطه وسهله. ما نطولش عليكم احبتي في الله، يلا معايا. كنمشيو نعملوا الزيت ونعملوا نص بصله الله. نطيب اليوم المرأة تاع الدجاج غير بجامبو لانه راني عامله بولي فارسي، يعني هاد المرأة نزيدها اكونطاني فيها تقلها شويه، نسمعها شويه اصبر نطلق البنه ونزيدو الرز. ديما تجيب الشكاره هكذا تغسلوه وتنشفوه وتحطوه في الشكاره واجد. الجامبو تاع الدجاج يغومبلاسي الدجاج تاكلو، يعني سي با اوبليجي تعمل المرأة ويكون عندك اللحم بنادم يدبر. هي ونزيدو هنا الطماطم نعملوه حبه طماطيشه مراسيه. هي دروه نزيد غير شويه ملح ونزيدو. شوفوا لاكولا كي تقلات راها ما شاء الله. نعملوا الماء بما انه ما كانش الدجاج لي يطيب، يعني في ساعه البصل يطيب، ونزيدو قليل من الزعفران من الزنجبيل اللي يجيب البنه شابه في غير ليجير. نزيد حلوه تاع الاصبر، انا نحب المرأة تاع الزيتون بالاصفر. هي ونعملها طيب غير 10 مينوت ونطفي لا كوكوط، تكون المرأة تاعنا تاع الدجاج فارسي واجد. نعاود الملح غير شويه. شوفوا كيها لا كولور ما شاء الله. دروك نعملوا الزيتون ها هذا نرفدوا لا كونتيتي اللي تحتاجها ياك وتحطوه هنا. شو راه فاخره ما شاء الله، ما تكثروش يعني غير دفا غير العين تاكل. وهاي دو كوتي اسم نضيف ها هذا دروك. شوفوا هنا نضيفوا الفارينه نضيفوا الماء دروك نخليه هكذا بلا تغليه. دروكي هكذا نخليه حتى العشيه. دروك رانا الزوج العشيه مع الخمسه اسم نعمل نغسلو ونصفيه ونرميه المرأة. هذه هو المرأة تاعنا تاع الزيتون تجي ولا ارض. ان شاء الله هاد التدبيرات تنا اعجابكم. هنا من بعد لي طابتنا المرأة نصفيوها ونشلو الزيتون تاعنا كما راكم تلاحظوا ونرميوها في لاكوكوط ونصفيها هذيك المرأة ما شاء الله. ونزيد هذه لي بولات هكا كنت مخبيتهم في مجمد، يعني طريقه جد سهله باش ترمي كفته كل حبه بوحدها. هذه ما توصل معها ويعطينا الزيتون ولا اروع. والفارسي حتى هو طاب الاسودي طرونش. والمرقه تاع الزيتون ها هي ديريها ميدومه ريها ولا اروع. طلبتوا مني كيفاش نعمروا لي كورني، نعطيكم حشوه جد سهله واقتصاديه. نرفدوا الفرماج كامل، عندنا الفرماج تاع البيدون ياك، ونزيدوا عليه العلبه تاع الطون. وراني عامله هنا الاصبور هذا ماشي معدنوس، اصبر يمد البنه خير من المعدنوس. واللي تحب المعدنوس نخلطوهم ونحشيو لي كورني تاعنا يجيو ما شاء الله. الحشوه جد سهله واقتصاديه. نعمر لداخل الحبات تاع لي كورني تاعنا بهاد الحشوه تجي ما شاء الله، جات مقبله ما شاء الله. حطيتها مع البوراك يعني مع هذيك لاباج جات كروكونت فريمون توب. جربوها وما تندموش. هنا اللي يحب يضيف نيمبورط كوا، اللي يحب يضيف الكريفات لداخل. انا حبيت نعطيكم وصفه اقتصاديه باش يعملها زعما المسكين والمتوسط. ان شاء الله هاد التدبيره احبتي في الله نات اعجابكم. ولا عجبتكم فكره ما تبخلوش على اخوتكم بتعليق جميل اللي حفزني باش نحط لكم لي فيديو اكثر واكثر. شكرا لكم احبتي في الله. ما يبقى لي غير نروحوا نخدموا الخبيز
اللي باش ناكلو الطبق الرئيسي. ما نطولش عليكم احبتي في الله. جيو معايا نخدموا هاد الخبيزات، يجيو ساهلين ماهلين. راه عندكم الوصفه تحت صندوق الوصف. مرحبا بكم. نحطه لكم بصح نشارككم بمقادير. استعملت فرينه كامل دقيق كامل، عملت غرفيه ونص غرفيه فرينه، 2 معالق تاع زيت، ملح، والخماره تاع الخبز وقليل من الزيت. خليتها خمر دو فوا. هذه من بعد 2 خطات كي خمرت نفدي بتيت بولات باسكو كينتفخوا. وشوفوا راني موجده هنا بذور تاع الكابويا، وراني موجده مشاري اسمه شوفان. هيا نحطهم هكذا اوفال. شوف كيفاش الطريقه، شوف كيفاش يجي خبيز ولا اروع. تحطوه في مائده رمضان. نزيد لكم وحده وتشوفوا الطريقه غير صغيره. ها وتعاود تلمها هكذا وتعملها اوفال باش يجي المنظر تاعها شباب، وتحطها هكذا بوحدها توسع. شوفوا كيفاش جا. هي وما تلصقش الحبه مع خوصها باسكو ينتفخوا ويجي الخبز منتفخ ولا اروع. نكملهم ونولي لكم. وصلنا للحبه الاخيره، هذه نعملها دائريه تعملها بهذه الطريقه وتلم كما هذا على كابينو. هي ونجي نحطوها ها هو دا البلاطو تاع الخبز تاعنا. اللي يبقى لكم الخبز ما تضيعوش وما تشيوش بزاف باش ما يبقاش يرتمى، ربي يحاسبني عليه. كاين اللي ما عندوش ياك نخليوها يخمر ونطحيوها في الفران. عاود رانا جينا في الخبز ما شاء الله، والدجاج فاسي راه يطيب لنا.